السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ايه الحاجات المهمه اللي اعملها اول ما اجي اسبانيا بفيزا شنجن يا شباب، عشان بعد كده ان شاء الله بعد سنتين او بعد 3 سنين لما اعدي الوضع ان شاء الله واعمل اقامه بسهوله ان شاء الله. اول حاجه ان انت تشتري خط اتصالات من اي مكان من المدينه اللي هتوصل منها، من اي سنترال. الخط ده ما بيكلفكش كتير، 10 يورو يعني، وبيديك 20 جيجا وبيديك مكالمات بلا حدود للاتحاد الاوروبي كله. رقم 2 يا شباب ان انت بتعمل شهاده السكن او بتختار سكن وبتعمل شهاده السكن. لازم قبل ما تدخل السكن لازم تتفق مع صاحب السكن على شهاده السكن. رقم 3 بتعمل كارت المواصلات. كارت المواصلات ده بتعمله اونلاين يا شباب، سهل جدا. وبعد كده هبقول للناس تعمله ازاي. رقم 4 ان انت حضرتك تفتح حساب في البنك. البنك الوحيد اللي يقبلك تعمل حساب اول ما تيجي بفيزا شنجن هو البريد الاسباني. بعد كده رقم 5 يا شباب بتعمل شهاده صحيه، عشان بعد كده لما تكشف تاخد خصومات على العلاج ان شاء الله. وبس كده يا شباب، الموضوع ده باختصار. واللي عاوز اي استفسار يكتب لي في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا فولو وتشتركوا في الاكونت وتشيروا المحتوى على قد ما تقدروا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.